اكتر سؤال بيتسألي ازاي اختار التراك بتاعي في البرمجه، انكم مش لوحدكم. بقى انا كنهال اخترت التراك بتاعي. يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين يا رب كلنا نواجه الحياه. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين، عيد يا رب سعيد علينا كلنا، وان شاء الله الاعياد الجايه ورمضان نبلغه ان شاء الله السنه الجايه. وان شاء الله نكون طلعنا رمضان بعدات كويسه. المهم عشان ما اعطلكمش ندخل في الفيديو على طول. النهارده هجاوب على اكتر سؤال بيتسالي ازاي اختار التراك بتاعي في البرمجه، او ازاي اختار المجال ده. طب انا خايف ان انا ادخل مجال وما اكملش فيه، طب انا خايف ادخل وما الاقيش ده هو المجال المناسب ليا، او ما الاقيش سوق عمل لي، او ايا كان. هنعمل ايه؟ هسالكم النهارده شويه اسئله، وان شاء الله من خلال الاسئله دي او من خلال النصايح اللي انا هقولها لكم ان شاء الله هتقدروا تختاروا التراك بتاعكم. عايزه اقول لكم انكم مش لوحدكم. انا لما كنت قدكم كنت ببقى خايفه جدا من الحوار ده، وحاسه ان انا مشتته، وحاسه ان انا مش لاقيه نفسي، ومش عارفه هدخل التراك ده ولا التراك ده. فانا متفهمه مدى خوفكم وقد ايه انتوا كلكم بتسالوني السؤال ده. فده معناها ان انت او انتي مش لوحدك، ان انتوا تايهين وكده. دي حاجه طبيعيه جدا، خاصة في الأول يعني، وممكن كمان متبقاش في الأول، ممكن تبقى داخل تراك ومش عارف ترجع ولا كده. تمام؟ إن شاء الله النهاردة هجاوبكم على السؤال ده، وهنحل مع بعض مشكلة الخوف دي. هديك شوية إشارات أو شوية أسئلة هتساعدنا إن احنا نختار المجال بتاعك في البرمجة. أول حاجة لازم عشان تتبع الخطوات دي، أول حاجة لازم تكون فاهم نفسك وفاهم انت انه نمط من الناس. هل انا من النمط اللي بيحب الديزاين اكتر، اللي بيحب يشوف النتائج بتاعته في ساعتها كده، وبيحب التنسيقات وبيحب الالوان؟ يبقى انا كده ساعتها هتجه للحاجات اكتر الزهره، زي مثلا الفرونت اند. تقدر تذاكر الفرونت اند طبعا الزيرو، HTML بقى وسي اس اس وجافا سكريبت. تقدر تذاكر الموبايل ديفلوبمنت فلاتر، في كورسز كتير معموله، وممكن برضو اسيب لكم في الديسكريبشن. ممكن اعمل لكم بما اني بقى فلاتر ديفلوبر، ممكن اعمل لكم رود ماب في الاول ازاي ان انتوا تبقوا فلاتر ديفلوبر. بقى لو انت بتحب او من الناس اللي بتحب تشتغل خلف الكواليس، بتحب الحاجات اللوجيك اكتر، وبتحب تحلل كده وتنظم الدنيا خلف الكواليس، فهيكون تراك الباك اند المفضل ليك. وهرشح لك ان انت تشتغل او تذاكر لارفل PHP الاول. لو انت مهتم بالذكاء الاصطناعي وعندك حب استطلاع ليه، او بتحب تحليل البيانات وان انت تطور الانظمه الذكيه، فهرشح لك ان انت تذاكر ماشين ليرنينج او ارتفيشال انتليجنس. ساعتها هتبتدي بحاجه مثلا بسيطه زي بايثون، وهكتب لكم كل حاجه انا بقولها ممكن تبتديها منين في الديسكريبشن ان شاء الله. اي تراك انا هقوله ان شاء الله هحاول ان انا اجمع لكم افضل المصادر تبقى تحت في الديسكريبشن. من وجهة نظر يعني احسن المصادر دي من وجهة نظري. بتحب الانماط والارقام والتحليل والحاجات دي، فالداتا ساينس هتكون مناسبه ليك جدا، وبرده هتبتديها بايثون، وبرده ان شاء الله هكتب لكم في الديسكريبشن هتبتدي. لو عندك شغف اكتر ان انت تكتشف الثغرات، وعندك خلق كده وصدر رحب للحاجات دي، فممكن ارشح لك مجال السايبر سيكيورتي، حوارات لينكس وتستنج وحوارات كتيره كده، وبرده هسيب لكم في الديسكريبشن. بس كده يعني انا كده خلاص بقى هختار تراك من التراكات دي. لا انا بس حبيت ان انا استنى بس هاكل التوفيه دي الصراحه، عشان انا عيني جايبه توفي وحاجات اوسعها بعد صلاه العيد وعماله اكل فيها. المهم خلاص هقول كنا بنقول ايه بقى، هل الحاجات دي بس كده اللي هتعرفني انا اختار خلاص بقى تراك ايه؟ لا طبعا، انا بس في الاول حبيت اوضح لك التراكات اللي ممكن تكون قدامك، عشان مثلا لو انا بحب الالوان وما الى ذلك، فانا اتفتح في عقلي ان بقى في ويب ديفلوبمنت، بقى في فرونت اند، بقى في موبايل ابلكيشن، بقى في سايبر سيكيورتي، ففتحت لك بس دماغك كده في الاول. تاني خطوه هي ان انت تشوف سوق العمل مطلوب فيه ايه. انا مثلا ناوي ان انا اشتغل في مصر، طب هي مصر مثلا مطلوب فيها الامبيدد ولا لا؟ مطلوب فيها السايبر سيكيورتي ولا لا؟ شوف سوق العمل مطلوب فيه ايه، لان احنا في الاخر بنذاكر مش عشان بس ننبسط بياكلش عيش الحاجات دي، ماشي؟ احنا بنذاكر علشان نشتغل، عشان نقدر نعيش عيشه كريمه عشان نجيب فلوس بصراحه يعني، مش عشان نجيب فلوس، ده الطبيعي. مهم جدا ان احنا نختار حاجه تكون مناسبه لينا، بس مهم برضو ان يكون ليا شغل، لان لو ما لقيتش شغل هاحبط، ولو ما دخليش عائد مادي مش هكمل حياتي، مش هعرف اشتغل، مش مفيش اي حاجه هتكمل في حياتي من غير فلوس. على فكره مش ماديه والله، بس بكلمكم في واقع. فبصراحه كان مهم بالنسبه لي ان انا اختار حاجه تريحني برضو، او تبقى مناسبه ليا كبنت. فانتي برضو لما تيجي تختاري، او انت لما تيجي تختار، شوف البيئه بتاعه العمل هتكون عامله ازاي. انا حابب ان انا اشتغل في كذا ولا لا؟ حابب ان انا اشتغل ايه الاريح ليا وايه الانسب لشخصيتي اكتر؟ فدي حاجه مهمه جدا. طيب حابه بقى ان احنا نتكلم عن رابع نقطه،
هي ان انت ازاي بقى هعرف نفسي، ازاي انا هعرف في الاول طريقه تفكيري، هل انا بحب الالوان ولا لا. ما يمكن اطلع بحب الالوان وانا ما اعرفش، ما يمكن اطلع، يعني دي حاجه انا دايما بقولها لنفسي، ما يمكن اطلع انا بحب اللوجيك. هو انت تعرف منين انت بتحب اللوجيك ولا لا الا لما تجرب ان انت تحل مسائل وتلاقي نفسك بحب الحاجات دي قوي، او تجرب تشوفي مثلا تنسقي حاجه على بعضها فتلاقي نفسك الموضوع لذيذ قوي. فعلشان تعرف انت بتحب ايه وتعرف طريقه تفكيرك وما الى ذلك وتعرف المناسب ليك، لازم تجرب. احنا عايشين في الحياه دي عشان نكتشف نفسنا وبس. الانسان مش يعني كل مادة بيكتشف نفسه. طب هكتشف نفسي ازاي الا وانا بمر بتجارب؟ لازم تجرب. طب نجرب قد ايه؟ انا كنيهال كنت بدخل كل تراك، يعني اتنصحت النصيحه دي وانا في اولى كليه، بس برضو النصيحه دي او الاختيار ده للناس اللي معاهم وقت. حد مثلا في اولى تانية كليه عايز ان هو لسه بيبتدي، جرب، يعني ادخل كل شويه تراك، مش كل شويه بمعنى كل شويه، ادي لنفسك فرصه بس مش فرصه كبيره، معنى ممكن شهرين مناسب قوي لكل تراك. انا كنيهال دخلت الباك اند، قعدت فيه شهر ونص تقريبا، وعلى فكره انا بحب الباك، يعني دخلت ذاكرت PHP وشويه من لارفا، وكنت ذاكرت فرونت اند لما كان عندنا بروجكت في الكليه ذاكرته، وبرده حسيت نفسي ان انا بس مش قوي، مش حابه قوي. وبدات بقى اذاكر حاجات تانية كتير، مثلا نزلت تدريب جرافيك ديزاين، فيديو اديتنج، قعدت اجرب نفسي في كل حاجه. بصوا بقى اللي انا استفدته، اول حاجه كل حاجه انا جربتها استفدت منها، يعني فادتني بعد كده. الجرافيك فادني ان انا ممكن اعمل صوره، ازاي اتعامل مع فوتوشوب بسهوله كده، يعني تصدقوا لايقه حلو. المهم غير كده بقى ان كمان على الاقل خالص هدى في دماغي فكره ان ده انت كنتي تنفعي مثلا في الجرافيك اكتر من المجال بتاعك ده انت كنتي تنفعي. لا انا مش كنت انفع، انا جربت وما نفعتش، او جربت وما حسيتش ان ده المناسب ليا، فانا هنا علشان دول مش مناسبين ليا، مش انا هنا عشان انا خلاص بقى اتحطيت في الموقف ده، لا. طيب يعني انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا اسمح لنفسك ان انت تجرب كل تراك شهرين، مش اكتر من شهرين ومش اقل، لان اقل انت لسه اصلا ما خدتش حاجه في التراك. يعني لو لقيت الدنيا ماشيه خلاص ابتدي ان انت تجو الموضوع ده بقى وتقن فيه اكتر بكتير. طيب هل ينفع نختار اكتر من مجال سوا؟ لا، دي اول حاجه. تاني حاجه عايزه اقول لكم ان انا كنت بخاف قوي ان انا ادخل تراك وبعد كده ما اكملش فيه، فانا كده ضيعت وقت ما تضيعي وقت، ما انت بتكتشفي نفسك. هي دي ما اسمهاش تضييع وقت، دي اسمها ان انت بتكتشفي نفسك، وكل شويه وزي ما قلت لكم كل حاجه انت بتذاكرها انت تستفاد منها. البرمجه كلها بتخدم على بعض، فما تقلقش ابدا من حته زي دي. بلس كده ان زي ما قلت لكم على الاقل خالص هيهدى بالك حته ان يا ريتني كنت دخلت بقى. انا كنيهال اخترت التراك بتاعي، معلش التليفون بيهتز بس خلاص بقى قفلت الدنيا وكنت نسيت اصور لكم الجزئيه دي. المهم ان انا من اول يوم في اولى كليه والناس بتقول عليا ان انت موبايل ديفلوبمنت. ليه؟ لاني كنت بعمل كل التاسكات بالموبايل، يعني يقولوا لي مثلا اعملي التاسك دي بالفوتوشوب، او انا رايحه منزله اب واقوم عامله بيه الديزاين ده، فقالوا لي بقى مسمى بتاعي نهال موبايل بس كده. فانا بؤمن بالاشارات، فبدات احس ان ما ندخل تراك الموبايل، بس برضو ما دخلتوش الاول. لا انا جربت ويب، وجربت يعني كنت ماشيه مع الكليه التاسكات اللي بتطلب مننا بذاكرها انا بقى مع نفسي، وكنت ماشيه طبعا في البيزكس والحاجات دي. فبدات ان انا بجرب ما نفعتش، فقلت خلاص يلا بقى ندخل الموبايل ديفلوبمنت، رغم اني بؤمن بالاشارات. بس بعد ما انا دخلت التراك ده بشويه لقيت اللاب بتاعي مش مستحمل اندرويد ستوديو، واللاب بتاعي بعدها اتحرق والله العظيم بجد اللاب بتاعي اتحرق بعدها. وبس. فبعدها الحمد لله يعني اشتريت لابتوب جديد وخلاص انا شغاله فلاتر ديفلوبر حاليا. بس يعني دي تحديات مش اشارات، بحسها كده يعني. بس كده اتمنى ان الفيديو كان يبقى مفيد ليكم، وان شاء الله نستنى الفيديو الجاي هشوف ايه الاسئله الكتير برضو اللي متكرره كده، ونعمل كل فتره فيديو بيجاوب عليها. وبس لو اخترتوا تراك من الفيديو ده او ساعدتكم حابه ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس، وشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم لو حاسين ان هو مفيد. ما تنسوش بقى لو ما عملتوش لايك تعملوا، شاكه اصلا ان حد كمل لاخر الفيديو بس اوكي. ولو مش متابعيني على انستجرام هتلاقوا اللينك في الديسكربشن. باي.